السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم في يوم جديد ومشكلة جديدة من المشاكل اللي بتتواصلوا معايا وتبعتوها لي على الفيسبوك، انستجرام، تويتر. اسمع كلام ستك، وعلى صفحة ست كمان الموجودة على الفيسبوك، والرقم بتاع الواتساب المتواجد تحت بداخل تقفيصة الوصف. المشكلة اللي عرضناها امبارح مش قادرة اقول لكم على كم الرسائل اللي جالي، وفي ناس كمان معلقة في الكومنتات، مش لازم يعني نقول اسمهم. بس طبعا الناس دي انا بثق فيها جدا، قلب القلب وروح الروح وعمر العمر، هي تعرف نفسها دلوقتي. وقالت لي انا المشكلة دي عدت عليا كتير قوي، بخصوص ان انا اصلا بشتغل في مجال التعليم. مشكلة الأمهات مع المدرسين والكلام ده كله. يا جماعة هو في إيه؟ هو في إيه بجد؟ هو إحنا آخر الزمن؟ يعني أنا مش فاهمة في إيه بجد. خلينا نكمل المشكلة اللي معانا النهاردة ونشوف إن شاء الله. أتمنى إنها ترسى على خير إن شاء الله بقى كده، وما نقعدش مثلا ألاقي مثلا دخلنا في 5-6 حلقات منها. وتبقى يا رب تجيب العواقب سليمة، يا رب تجيب العواقب سليمة، يا رب يا رب إن شاء الله. تعالوا نكمل. احنا وصلنا امبارح لحد لما هي قالت لي ان هي شافت حاجات على موبايل مامتها، وان هي انا قلت لكم ان هي بعتت لي حاجات. تعالوا نكمل. فانا يا ست عملت حيله لما حسيت ان انا مش واثقه في الكلام اللي هي بتقوله لي. عملت ايه بقى؟ وصلت الواتساب بتاعها بالايباد بتاعي، بقت كل الرسائل اللي بتيجي عندها بتجيلي، لانها كانت بتمسح الرسائل اول باول، علشان هي عارفه ان مفيش ما بينا باسورد، لا انا عامله باسورد على حاجتي ولا هي عامله باسورد على حاجتها. بس طبعا ما كانتش تعرف ان انا نقله الشات بتاع الواتساب بتاعها عندي. المهم لقيت في مره كلام ما بينهم، انا بعتهولك. تقدري تقولي لي ايه معنى اللي انت شفتيه ده؟ فعلا كلام يعني بلاش منه. الكلام ده لو 2 مخطوبين ولا 2 متجوزين مش هيقولوه مع بعض. تخيلي بقى انا شفت الكلام ده كله، والمفروض مني ان افضل ساكته وما اقولش لبابايا وما اقولش لحد، علشان ما ينفعش افضح امي، في نفس الوقت ما ينفعش اروح اواجهها واقول لها انت عملتي كذا. وفي مرة كمان لقيت الشات اللي ما بينهم، انه بتقول له لما انا انزل اروح المدرسة هي هتنزل وتروح تقابله. في اليوم ده فعلا قلت لها اني رايحة المدرسة ونزلت، بس فضلت واقفة قدام باب العمارة، واول لما مشيت بعربيتها انا كنت طالبة اوبر، ومشيت وراها ورحت وعرفت ان هي فعلا راحت تقابله في مكان كده ما اعتقدش ان ده بيته، لان اللي اعرفه ان هو ساكن جنب المدرسه. المهم يا ستو اتصدمت وطلعت، وبعد كده اتصلت بيها كذا مره كان الموبايل بتاعها مقفول، وبعد لما فتحته بتقول لي كان في حاجه، اصلا انا كان عندي اجتماع في الشغل. قلت لها لا اصل تعبت شويه في المدرسه وكنت عايزاكي تيجي تاخديني. قالت لي طيب معلش روحي انتي، انا هكلم المدرسه واعمل لك اذن وروحي. قلت لها لا خلاص انا هكمل اليوم عادي تمام ما تقلقيش. وروحت على البيت وقلت لو جاتها اقول لها اي حاجه وان انا مشيت، يعني كمان ما كلفتش نفسها انها تتصل في المدرسه وتعرف اذا كان ينفع اروح او لا، وانا في اليوم ده اصلا ما روحتش المدرسه. وعايزه اقول لك على حاجه، انا لو كنت عايزه اعمل حاجه غلط كنت رحت وعملتها، لكن علشان انا بصون ابويا في غربته، يعني الجملتين دول كفيلين ان انا اجي اخدك قلمين. انت كأم، او اقسم بالله انت كأم اجي اخدك قلمين. روحت البيت وفضلت قاعدة مستنياها، وجت بعد ميعاد المدرسة بتاعتي بحوالي ساعة أو أكتر شوية، وقالت لي أصل كان عندي اجتماع والكلام ده كله، أحضر لك تاكلي؟ قلت لها لأ أنا مش جعانة، أنا كلت في المدرسة ولما جيت عملت سندوتش. قالت لي طيب خلاص تمام انا هدخل انام، ولو عايزه حاجه ابقي صحيني. قلت لها مش انا عندي درس النهارده إن مع مستر فلان. قالت لي ايه ده؟ لا ما قاليش. لا مش عارفه. ايه، اتلجلجت في الكلام. وقلت لها اصله قال لي النهارده في المدرسه. قالت لي هو انت شفتيه؟ قلت لها اه شفته النهارده في المدرسه. لقيتها تنحت كده شويه، وبعد كده لما حسيت انها ممكن تشك فيا قلت لها انا بضحك معاكي، اصل من كتر ما انت عايزاني اخد دروس في ماده كذا يعني
حسيت ان انا كل يوم هاخد الدرس، فقلت اما انكشك. قعدت تضحك وقالت لي طيب تمام. بعد كده دخلت تكلمه على الواتساب وحكيت له الموقف اللي انا قلت لها عليه، وقالت له دي وقعت قلبي في رجلي. راح اللي منه لله قال لها خلي بالك لا تكون شاكه في حاجه. قالت له لا ما اعتقدش. قال لها انا بقول لك وخلاص. وجه تاني يوم ميعاد الدرس بتاعي وانا عملت كأن مفيش اي حاجه خالص، وهو قعد يتكلم معايا. بس في اليوم ده ماما ما خرجتش وقعدت معانا، بالعكس فضلت قاعده جوه في اوضتها. بعد كده انا دخلت لها وقلت لها يا ماما انت ما طلعتيش ليه، قعدتي بره؟ قالت لي لا خلاص بقى، يعني ما احنا عرفنا المستر كويس وعرفنا انه راجل محترم، مش لازم اكون قاعده، بس ما تبقيش تقولي لباباكي اني سبتك قاعده بره لوحدك. قلت لها طيب خلاص تمام. بعد كده يا ستو احنا كنا المفروض هنكلم بابا فيديو، ماما ما رضيتش تكلمه وانا كلمته لوحدي وقالت له قولي له ان ماما تعبانه وانا مش عايزه ان هو يشوفني وانا تعبانه كده. قلت لها طيب خلاص تمام على راحتك. وانا كلمت بابا وقلت له ان ماما تعبانه، واتحايلت على بابا انه ينزل، وقال لي ان لسه قدامه مش اقل من 7 شهور علشان خاطر ينزل. حسيت ان انا منهاره وقعدت اعيط. بابا قعد يقول لي مالك مالك. اتحججت باي حاجه وقلت له اي كلام. قلت له اصل بشوف صحباتي ابهاتهم بييجوا يوصلوهم المدرسه ونفسي تيجي توصلني المدرسه. الكلام ده طبعا كان قبل الاجازه. قال لي يا ستي خلاص انتي هتخلصي وبعد كده هتيجي الاجازه واكون انا نزلت وان شاء الله هنحل الموضوع ده. جينا بقى يا ستو للاجازه والمفروض اني مش هاخد دروس، وزي ما قلت لك هي صممت وقالت لي لا هتاخدي. المهم بقى علشان ما اطولش عليكي انا قلت لها ايه اني مش هاخد كل الايام دي، وهي كانت موافقه. لقيتها بعد كده بتقول لي خلاص لو انتي مش عايزه تاخدي دروس اصلا ما تاخديش. قلت لها لا تمام انا ما عنديش مشكله. قالت لي بكلمك بجد والله، بس كده كده انتي هتبقي قاعده لوحدك طول النهار. قلت لها اشمعنى؟ قالت لي علشان انا هرجع الشغل بتاعي خلاص وهم لغوا حكايه الاونلاين، بس مش عايزاكي تقولي لبابا علشان ما يقولش اني بنزل واسيبك. قلت لها لا مش هنخبي على بابا حاجه زي كده، طالما رجعت الشغل يبقى بابا لازم يعرف. قالت لي بلاش علشان لو عرف هيزعق معايا ويقول لي ما ينفعش تسيب البنت لوحدها. قلت لها خلاص اروح اقعد مع تيتا. قالت لي يعني احنا مش عايزين نقول لبابا انت هتروحي تقولي لتيتا؟ لا خلاص. قلت لها لا يا اما تقولي لهم يا اما انا هاجي معاكي الشغل. قالت لي طيب خلاص سيبيني افكر في الموضوع. رجعت لقيتها بتقول لي خلاص انا حليت الموضوع في الشغل وهنزل يومين بس وباقي الايام هشتغلهم من البيت اونلاين. قلت لها برضو هاجي معاكي. قالت لي مش هينفع، هو انت طفله؟ قلت لها ما انا كنت باجي الاول. قالت لي لا 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 مش هينفع، خلينا نشوف حل تاني. قلت لها خلاص اللي تشوفيه، يا اما نقول لبابا واقعد في البيت وبابا يبقى عارف اني موجوده في البيت لوحدي، يا اما هروح عند تيتا اقعد معاها لحد لما تخلصي شغل وقبل لما تخلصي بشويه هاجي على البيت. قالت لي طيب خلينا نشوف الحكايه. ولقيتها يا ستو بتحكي له على كل المواقف دي، وقالت له ان هي مش هينفع تجيله وانها هتقنعني تاني بحكاية الدروس دي وان هو اللي يجي البيت. قال لها بالنص كده يا ست، وانا اقسم بالله كل اللي بعتهولك ده حقيقي وكل الشات اللي انا بعتهولك ده من على موبايل امي. قال لها ولو جينا البيت ايه الفايدة وانت قاعدة في حتة وانا قاعد في حتة؟ حاولي تشوفي حاجة تانية تقوليها لها. والحد بقى لما قال لها كده انا كنت هعيط. قال لها خليها تروح عند جدتها بحجة الزيارة وانا ممكن ابقى اجي عندكم البيت. انا هنا تنحت ولقيت نفسي منهارة بالعياط ودخلت عليها الأوضة وكنت هقول لها على كل حاجة بس ما قدرتش ومسكت نفسي من العياط وقلت لها يا ماما أنا عايزة أقعد أتكلم معاك، أنا عايزة أتكلم مع بابا وأقول له إن هو يرجع يعيش معانا وإن إحنا مش هينفع نعيش لوحدنا، يا إما ياخدنا نعيش معاه هناك. قالت لي أنت ليه بتقولي الكلام ده دلوقتي؟ قلت لها علشان أنا خلاص محتاجة أبويا. قالت لي ابقي اتكلمي معاه ولو رضي يا ستي مفيش مشكلة، إيه يعني ما يجي يعيش في وسطينا صحيح، واللي الحمد لله إحنا مش محتاجين السفر بتاعه ولا الفلوس اللي بيجيبها.
قلت لها خلاص انا هتكلم معاه. دخلت بقى وخدت الموبايل بتاعي، لقيتها بتبعت له وتقول له انت عندك حق، البنت شكلها شاكه في حاجه، لانها بتقول لي كذا كذا على باباها وانها عايزه تقول له. قال لها طيب خلاص يبقى احنا مش هنتكلم ومش هنتقابل، وهقول لك احنا هنعمل ايه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هل انت ممكن هتغفري لنفسك في يوم من الايام ان بنتك شافت كلامك ده؟ هل انت في يوم من الايام هتبقي مرتاحه وكويسه ان انت جوزك متغرب علشانك، علشان يجيب لك فلوس تعيش عيشه احسن وتبقى حياتكم احسن، وطفحان الدم بياكل اي اكل، مفيش حد مهتم بيه لا بلبسه ولا باي حاجه، علشان انت خاطر هنا عايشه حياتك، لا مهتميه ببنتك بتعمل ايه ولا حصل فيها ايه، ولا جوزك ده حتى اصلا عامله له حساب منك لله يا شيخه، وحسبنا الله ونعم الوكيل. خلونا نكمل بكره، هي خلاص هتخلص بكره لان هي اللي متبقي حاجات قليله، وانا مش عايزه اسحلكم في فيديو 30 دقيقه، هو مش مسلسل، هو كده. هو خلونا بقى ايه نكمل بكره ان شاء الله. اشوفكم بكره ان شاء الله يا جماعه باذن الله، ونكمل بقيه المشكله، وربنا يا حبيبتي يكملك بعقلك ويصبرك على ما ابتلاك بيه. اشوفكم بكره باذن الله ونكمل المشكله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.